بعد قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك امبارح اللي كان من أهمها رحيل أوسوريو، واللي كان بشكل كبير جدا متوقع في ظل النتائج اللي كان فيها الزمالك في الفترة الأخيرة، وفي ظل كمان إصرار أوسوريو على طريقة لعب مش مناسبة للزمالك. الزمالك كان عنده مشاكل إدارية، اتحرم كمان من القيد، مشاكل بسبب الفلوس. بس أنا كنت دايما بشوف إن أوسوريو كان بيصمم يلعب الصعب، هو بيلعب بطريقة اللعيبة مش عارفة تفهمها ولا قادرة ان هي تأديها. فصراحة كان قرار متوقع، ولحد دلوقتي ما تمش الاعلان مين هيكون المدرب الجديد. معتمد جمال هيقود الفريق في مباراة بيراميدز. في ناس بتقول بقى ده جروس هيرجع، قالوا ان جروس مش هيرجع. طب ده موسيماني قالك انا بدرب الوحدة ومش هرجع ادرب دلوقتي. الزمالك او نادي في مصر طالعين بيقولوا ممكن يكون مدرب ايطالي او الماني، فلسه محدش عارف مين هو هيكون المدرب الجديد، اللي بنسبه كبيره طبعا هيكون اجنبي. اما القرار التاني خد صدى اكبر كتير، وخصوصا ان في اسم فتوح، هو عرض فتوح وصبحي والزناري للبيع بعد ما سابوا المعسكر. وجمهور الزمالك امبارح كان الغالبيه بتؤيد القرار، وان مهما كان الفرقه محتاجه اللعيبه دي لا كان لازم يكون في قرار تأديبي، لانه ما ينفعش ان انا اكون في معسكر ورايح مباراة تاني يوم واسيب المعسكر واخرج بره واسهر او اتفسح او اخرج او اروح في اي مكان وانا عندي ماتش اصلا تاني يوم. وجمهور الزمالك شايف ان مجلس ادارة الزمالك بيفرض من دلوقتي عقوبات صارمة جدا، علشان في المستقبل مفيش اي لاعب يتعدى الحدود بتاعة النادي، ومفيش لاعب يفتكر ان هو ممكن يكون اهم من النادي. والناحية التانية في ناس شايفة انه لا، ليه الزمالك عمل كده وازاي يعرض فتوح للبيع، خصوصا انه كانت ناس كتير رابطه اسم فتوح بالنادي الاهلي. تلاقي بقى تضارب في نظريات كتيره جدا. في ناس بتقول ان فتوح عمل كده عشان هو مش فارق معاه اصلا وما كانش عايز يجدد للزمالك، فكده كده هو فري في يناير فمش فارق معاه انه يكمل ولا لا. نظريه بتقول لا، ده هو كان بيحاول يعمل محاوله ضغط ان انا وجودي فارق ومهم علشان يجددوا له بالمبلغ اللي هو عاوزه ويدوله كمان المستحقات القديمه. اما جمهور الاهلي بقى فهو منقسم. طيب ما نجيب فتوح فعلا، ما هو كده خلاص عرضناه للبيع والدنيا بقت سهله، وكده كده كان هيبقى فري في يناير، والزمالك كمان مش عايزه فخرج من الصف، خصوصا ان هم شايفين فتوح هيكون بديل كويس جدا لعلي معلول. الاهلي فعلا محتاج باك شمال يكون مع علي معلول، وده اللي كمان طالبه كولر. وفي جمهور تاني بيقولك لا طبعا احنا ما ناخدش اللاعب بعد الازمه اللي هو عملها مع النادي، وان هو زي ما عمل مع الزمالك ممكن كمان يجي يعمل كده مع الاهلي، فاحنا ليه ناخد اصلا لاعب يبقى عنده مشاكل كتير، هو كمان هيقعد فتره طويله جدا مش هيلعب، ويقال كمان ان المنتخب مش هياخده ولا يضمه في المعسكر بتاعه. نظريه ثالثه بتقول انه لا، ملناش دعوه بسلوك اللاعب في نادي تاني، احنا لينا لما يروح ويخش النادي بتاعنا. زي كهربا كان عامل مشاكل كتير لما دخل النادي الاهلي ولا مشكله فعلا لكهربا. في نظريه تانية بتقول انه فتوح مش هيجي الاهلي وعمل كده عشان عنده عرض بره مصر، وكمان كان معروض عليه جوه مصر بيراميدز وزد. بس بيقال امبارح نظريه لسيف زاهر قال انه زد مستحيل يتعاقد مع فتوح بسبب الازمه الاخيره. بيراميدز بقى بتطلع اراء مختلفه. لا، انتوا من وجهه نظركم على العقوبات اللي عملها مجلس اداره نادي الزمالك، وفي الجزء التاني شايفين فعلا فتوح ممكن يجي الاهلي ولا يروح بيراميدز، ولا الاهلي هيرفض ان هو يتدخل في الصفقه، خصوصا الاهلي حاطط كمان بدايل اللي هو محمد شكري ومحمد حمدي. وهل تفتكروا الزمالك ممكن يرجع في قراره ويرجع اللاعب من البيع، ولا ده مستحيل وخلاص فتوح صفحه واتقفلت في الزمالك؟ بصراحه لو بتسالني عن رايي الشخصي، انا مع قرارات مجلس اداره نادي الزمالك. ما ينفعش ابدا ان اللاعب يسيب المعسكر لاي سبب من الاسباب، هو عنده مباراة مهمة.